السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا بالأرواح الطيبة العطرة. في الفيديو ده هنتكلم عن رحلة توأم الشعلة وإيه المطلوب منك أثناء هذه الرحلة. إذا كنت حابب إن أنت تعتني بعقلك وتساعد في تخفيف أفكارك المتسارعة، فحاول تمنح نفسك كده الإذن أولا بعدم اتخاذ خيار في اتجاه أو آخر، بل كل ما عليك فعله هو معالجة الخيارات المتاحة ليك. يعني إذا كنت بحاجة أو عايز المزيد من الأشياء الكويسة أو الجيدة في رحلتك، خد بعض الوقت لتخيلها، لتصورها، ثم خليها تذهب. ما تقضيش كثير من الوقت في تصور أشياء أنت مش عايزها. إذا كنت بترغب في الاهتمام بالعلاقة الجسدية بينك وبين توأمك، فاعتنق مرحلة الغموض، اعتنق المجهول سواء داخل عقلك أو داخل العلاقة الجسدية. امنح توأم شعلتك مساحة لمفاجأتك، امنح الوقت مساحة عشان يشتغل على سحره. اعتني بأشياء سحرية أخرى عنك في الوقت نفسه، وده ما بيتعلقش الأمر بالتخلي عن الرحلة نهائيا، بل برؤية الأشياء من منظور مختلف. النظرة ليك دلوقتي إلى إن أنت تبص كده للبذرة اللي أنت بتحطها في رحلتك، وطبعا هي بتختلف من شخص لآخر. فبمجرد إنك تزرع بذرة فكل شيء هيعمل تحت التربة، حتى لما تكون أنت مش شايفه. وحتى لما بتنبت ليك البذرة اللي انت زرعتها فإنها بتستمر في النمو. وحتى إذا انت بصيت عليها وشفتها ومش متمكن من رؤية ما يحدث، لكن هتلاحظ الفرق لما تستيقظ في تاني يوم أو تعود بعد فترة من الوقت. إذا كنت عايز دعم من توأم شعلتك أو من روح توأم شعلتك، فركز على التجديد دايما في حياتك. ساعدهم كمان في تدوير طاقتهم، قوم بإعادة تدوير طاقتك أنت الخاصة. عايزة أقول لكم كمان بالنسبة إيه هو الشيء اللي بيكون راكد خلال رحلتك. بيكون عندكم مخاوف بشأن ان انتوا تنخرطوا كتير جدا مع توأم شعلتكم من خلال العمل بالطاقة، لكن انا عايزة اقول لكم ان ده بيكون نظام طاقي مشترك. فاذا لم يكن من الصحيح مساعدتهم بشكل مباشر في الرحلة، لكن يمكنك ايضا التركيز على التجديد في حياتك انت الخاصة. يعني لما يجيلك في حياتك تحديات بتواجهها، شوف نفسك ازاي تقدر ان انت تتخطاها، ازاي ان التحديات دي ما تسمحش بإيقافك او بركودك. عشان يصبح العالم في متناول ايديك بالفعل لازم يكون في تجديد على طول. والاتحاد مش مستحيل في توأم الشعلة ولكنه صعب. فإذا لم تكن منفتح على الأمور الصعبة والتحديات، فمش هتكون منفتح أصلا على توأمك. ما تتراجعش عن المشاعر غير المريحة والمخاطرة الصحيحة. إذا كان ده مهم بالنسبة ليك في نهاية اليوم وبتشعر إنك تستحق المكافأة، أنت مش مضطر لفعل أي شيء. وكما هو الحال دايما بنحس كده إن احنا بنبقى عايزين نعمل شيء معين. اعمل الشيء اللي مناسب ليك، مش لحد تاني، مش لحد غيرك. رحلتك هي ملك ليك، لذا حاول ان انت دايما تاخد اللي بيتردد صداه في حوالين منك. يعني اذا كانت مثلا الكلام ده مش عاجبك في اشياء معينة، فخد اللي ينفعك وسيب الباقي لغيرك. دايما توأمك بيكون بيساعدك على رؤية قوتك وجمالك اللي فعلا هم بداخلك، حتى لو كنت انت بتشك في نفسك في بعض الأحيان. هم بيعملوا كده، هم بيعملوا ده من أجلكم. هم بيخلوكوا ان انتوا تشوفوا ان انتوا أشخاص غير عاديين حتى لو لم تدرك ده تماما. لابد كمان ان انتوا تعلموا تماما ان اذا انفصلتوا عن بعضكم البعض، وده طبعا طبيعي في الرحلة،
فلازم تعرفوا ان انتم الاتنين بتفتقدوا بعضكم البعض، مش طرف واحد اللي بيفتقد الآخر والآخر لأ، انتم الاتنين بتفتقدوا بعض. ولذلك الكون بيرشدكم للعودة لبعضكم البعض، لأن انتم كنتم بتتجسدوا دايما في شخص واحد دون أن تدركوا. ممكن تكون في الوقت الحالي بتشعر بالوحدة، لكن مستقبلك مليء بالحب والسعادة إن شاء الله. الوقت اللي انت بتسمع فيه الفيديو ده مهم جدا، لأنه وقت مثالي بالنسبة لك للعناية بنفسك بكل الطرق الممكنة. خصص بعض الوقت للاستمتاع بالمتع البسيطة، سواء كان ده زي المشي في الطبيعة أو التأمل أو الاستمتاع بوجبة صحية مفضلة ليك. أثناء رحلتكم مهم جدا إن انتوا تعتنقوا رعاية الذات كممارسة يومية، تسمحوا لنفسكم برعاية جسدكم وروحكم. اتذكروا دايما إن حب الذات مش أنانية، بل هو أساس اللي انت بتبني عليه بعد كده جوانب حياتك الأخرى. وعايزة أقول لكم إن في جزئين أساسيين في هذه الرحلة: اللعب والمتعة والإيجابية. أهم حاجة إنكم تسمحوا لنفسكم بالضحك والاستمتاع وتجربة متعة الحياة، من خلال الترحيب بقى بلحظات إن انتوا تلعبوا في يومكم، أو إن انتوا تخلقوا مساحة للإبداع والتجديد، تعيشوا طفولتكم اللي ما عشتوهاش، لأن ده هو الوقت المناسب لبدايات جديدة. بس مهم جدا تجديد كيانك بالكامل، وده بالفعل بيحصل دلوقتي لما بتخش في رحلة توأم الشعلة. الرحلة دي رحلة روحية عميقة جدا، فلابد انك تعلم ان كل خطوة بتخطوها بتسترشد بحكمة أعلى، وطريق بيتجاوز الزمن. بالنسبة ليكم انتم الاتنين، سواء الهارب أو المطارد أو العكس، انتوا هنا عندكم تغييرات مهمة جدا جدا، والتغييرات دي علشان تحتضنوا قوتكم الداخلية وإيقاظ جسدكم الخفيف والدخول في قوته الحقيقية. في الوقت نفسه انتوا بتتواصلوا مع بعضكم البعض، وبتشعوا بالحب والرحمة مع كل نفس بتتنفسوه. ولابد انكم تعرفوا ان اي تأثيرات سامة او كرمية او انماط قديمة خلاص بدأت انها تتلاشى. العلاقة الروحية العميقة بين توأم الشعلة مش مجرد علاقة جسدية، بل هي تجربة على مستوى الروح، تجربة روحية متكاملة بتأثر على الطرفين بطرق عميقة جدا، ودايما ما بينهم طاقة قوية متبادلة بين الهارب والمطاردة أو العكس، وبتأثر على كل منهما في طاقتهم وشكراتهم. دايما المطارد أو المطاردة عادة بيشعروا بطاقة ذكورية عالية جدا، بينما الهاربين بينقلوا طاقة أنثوية، وده بيخلق انجذاب قوي بينهم. العلاقة بتمر بمراحل من المطاردة والهروب لغاية ما توصلوا انتم الاتنين إلى التشافي الروحي والتصالح مع الذات. بعد التشافي بتدركوا إن العلاقة هي قائمة على الحب اللامشروط والتواصل الروحي العميق، بعيد عن المصالح أو الماديات أو المقاييس التقليدية اللي في العلاقات العادية. في النهاية الوحدة الحقيقية بين التوأمين بتحدث لما يتقبل كل منهما الآخر بكل اختلافاته وبكل عيوبه وبكل شيء، وده طبعا بيرفع طاقتهم وبيؤدي إلى تجربة روحية فريدة بتتجاوز حدود الزمن والمكان. طبعا في بدايتكم، بداية اللقاء بين التوأمين، بيحدث الانجذاب القوي، وده بيؤثر عليكم انتم الاتنين من خلال شكرات الطاقة، وده بيؤدي إلى تغييرات داخلية ليكم انتم الاتنين. العلاقة بتمر زي ما قلت لكم بالهروب والمطاردة، وهنا بيسعى المطارد إلى التمسك بتوأمه، بينما الهارب أو ما يسمى العداء بيهرب خوف من الالتزام. مع مرور الوقت بيدرك المطارد أهمية التوقف عن السعي، وده بيدفع الهارب لمواجهة مشاعره والبدء في التشافي. بعد المرور طبعا بمراحل الألم والصراع الداخلي والصواعق الكرمية وكرم الطفولة، بيصل التوأمين إلى مرحلة الوحدة والاتحاد، وهنا بيتحرر كل منهم، بيبتدي يتحرر عندهم الطفل الداخلي
بداخلهم وبيتصالحوا مع ذواتهم. العلاقة دي قايمة على الحب اللامشروط والتواصل الروحي العميق جدا، وده بيمنحهم هما الاتنين قوة داخلية، وزي ما قلتلكم بيأثر إيجابي على حياتهم ومحيطهم. يعني في النهاية تقدر تقول إن الحب بين توأم الشعلة مش حب تقليدي، لأ، هو رحلة نمو روحي بتهدف لتحقيق التكامل والانسجام بين الروح والجسد. لما بتقدروا تحققوا انتوا من الاتنين التوازن الداخلي، بيصبح كده عندكم بتكونوا أكثر قرب من طبيعتكم الإلهية، بتكونوا على فطرتكم، وده بيخليكم تكونوا مصدر إلهام ونور للي حوالين منكم. وعايزة أقول لكم على حاجة، في العلاقة دي ما فيهاش غيرة وما فيهاش خوف بعد التوازن، بل بيكون انسجام وتفاهم وتواصل على مستوى عالي من الوعي. في النهاية توأم الشعلة هم انعكاس لبعضهم البعض، والتحديات حتى اللي بيواجهوها ما بتكونش عقبات بالنسبة لهم، بل هي خطوات علشان التحول والنضج الروحي. وده اللي بيخلي العلاقة هي من أكثر التجارب الروحية عمقا وتأثير في حياة كل منهما. توأم الشعلة العداء دايما بيعاني من الخوف من الاتصال مع توأمته، من الإرهاق العاطفي، من صدمات غير ملتئمة عنده، مقاومة الأنا كمان. دايما بيكون عنده كتل أو بلوكات تقدير الذات، بيكون عنده دايما الحاجة إلى الاستقلال. كمان العلاقات الماضية عنده بتؤلمه جدا، وده دايما اللي بيخليه خايف من الرفض. كمان كرماته، وعايزة أقول لكم هنا انتوا بالنسبة لكم ما تقدروش تتحملوا كرم توأم شعلتكم، بل بالعكس يجب ان انتوا تهتموا بنفسكم، لأن هم وحدهم المسؤولين عن تحقيقها والعمل من خلالها. مشاركتكم ليهم مش هتؤدي إلى شيء غير إنها هتطول الرحلة، هتطول العملية، وهتعمل تعطيل للتدفق ما بينكم وما بين بعض. وظيفتك كتوأم شعلة اللي بتسمعني هي إنك تشتغل على جروحك الخاصة وتطهير طريقك من أي عوائق نحو الاتحاد، وفي الوقت نفسه تكون حاضر وواعي وصبور مع نفسك أولا ثم توأمك. وعايزة أقول لكم حاجة، أي علاقة بيخشها العداء الهارب تأكدوا تماما إن هي بتكون مؤلمة ليه أو ملهاش طعم. اللي هي بيخشها بتكون بالنسبة له يجلد ذاته بعدها ويقول أنا إيه اللي دخلني العلاقة دي أصلا، أنا إيه اللي خلاني أخش علاقات زي كده، وبيبتدي يراجع نفسه ويبتدي يهرب من هذه العلاقة ويدور على مخرج منها، لأن اللي عاشوا في العلاقة دي عمره ما هيكون قد اللي عاشوا مع توأمته. ولو لساعات بسيطة عاشها مع التوأمة، فهو هنا لا يمكن يقارن أي علاقة تانية بتوأمته، لأن بالنسبة له توأمته وحب لتوأمته إحساس تاني مختلف. وهنا بيكتشف وبيعرف إن العلاقة ما بينهم روحية وعلاقة قدرية، إن قدره هو توأمته. وكمان العلاقات اللي بيدخلها دي علاقات بتزيد عنده الشوق لتوأمته، لأن بالفعل بيخشها وبيتفاجئ بيها إنه مفيش فيها أدنى إحساس بالنسبة له، ولذلك هتلاقوا علاقاته كلها المتكررة بالنسبة له ملهاش أي أساس. طب أنا عايزة أقول لكم على حاجة، إن هو زي ما بيخش العلاقة بسرعة بينتهي منها بسرعة جدا جدا وبيقفل صفحتها. وطبعا ده البعض، لأن مش كل الهاربين بيخشوا علاقات تانية. في هاربين أرواح قديمة قوي بيختاروا إن هي توأمته بس. الهارب دايما بيكون عايز العلاقة ما بينه وما بين توأمته إنها تكون سلسة ومريحة وسهلة وما فيهاش تعقيدات وما فيهاش مشاكل. ولكن هيهرب منين؟ من المشاكل وجروح الطفولة اللي لازم الأول عشان يعيش الرحلة دي كده بمنتهى السهولة واليسر لازم يتشافى. دايما الشخص اللي في توأم الشعلة منكم اللي بيكون متعلق أو قاعد في دايرة الانتظار، لازم تفهم إن طفلك الداخلي هو اللي مخليك قاعد في قائمة الانتظار أو في دايرة الانتظار لتوأمك. فهنا لابد من إنك تبتدي تحتضن طفلك الداخلي وتبتدي
تبقى بتوجه له الرسالة إن أنت وتوأمك واحد، وتبتدي تعالج جروح الطفولة، علشان هي اللي بتبقى مخلياك قاعد في منطقة الراحة ومنتظر فقط لا غير. إن أنت في طاقة انتظار، طاقة الانتظار دي للأسف بتأجل الاتحاد وبتعوقه لغاية أنت ما تتشافى من جروح الطفل الداخلي. عايزة أقول لكم إن أنتم بعد مرحلة شهر العسل بتبتدي الصدام ما بينكم بجروح الطفل الداخلي. وفي النهاية عايزة أقول لكم نقطة: مش هتقدروا إنكم تحظوا باتحادكم الجسدي والرومانسية مع توأمكم إذا لم تحترموا الرحلة الروحية لتحقيقها. إذا كنت ما بتحترمش رحلتك الروحية، إذن أنت لم تقبل الجانب الجسدي لعلاقتك. هنا أنت محتاج إلى قبول كل ما بتجلبه رحلتك لتحقيق النجاح الكامل داخل الرحلة. دايما الشراكات المقدسة زي رحلة توأم الشعلة هي الأكثر كثافة، لأن كل شريك منكم بيصبح بمثابة مرآة لقضايا الآخر ومخاوفه واختلالاته، وفي محاولة دايما لتحقيق التوازن بين الطرفين. قد يختبر كل توأم منكم حدود الطرف الآخر، وهيدعوه إلى أن يصبح أفضل نسخة من نفسه. التوائم مش روحين بيبحثوا عن بعضهم البعض، لا، هم روح واحدة مقسمة ومقدر ليها إنها تتحد وتشعل الكون بنار الحب غير المشروط. مفيش حد يقدر إن يمنعك من إنك تكون أفضل نسخة من نفسك، لكن أنت اللي بتفسد الأمور. إن كونك واعي وانتقائي وموائم لأفعالك مع النسخة اللي انت عايز انك تكون عليها يوم ما هيستغرق وقت منك، ولكنه بيتطلب منك أيضا اتخاذ خطوة صغيرة بدون أفعال مفيش نتيجة، بدون مشاعر واضحة. هتلاقي نفسك هنا وبوضوح تام، بدون عقلية صحيحة مش هيكون في خطة. فلابد انك الله يعين، والله يعين اللي هيعينك على نفسك على النمو، لأن هي جهاد مع النفس. ولابد انك دائما تكون هنا والآن، لا تبص للماضي ولا تدور على المستقبل، هنا والآن. ولابد انك تثق انك مدعوم ومحبوب. انت وتوأم شعلتك واحد، انت وتوأم شعلتك مش منفصلين. اذا كنت بتعاني من الانفصال فده لانك على مستوى ما من وعيك اخترت ده، او انك تقبله كأمر طبيعي. ان شفاء نفسك بيسمح ليك بحل الانفصال والدخول في الاتحاد. ما بيهمش ازاي وليه بتختار الانفصال، كل اللي هيهمك دلوقتي هو اللي انت بتختاره من الآن فصاعدا لدعم لم شملكم. كمان انت مش هتقدر تحكم توأم شعلتك، بس هيكون بيحتاجوا إلى استخلاص الاستنتاجات عندهم بنفسهم. يعني سواء اتصالهم بيكم، سواء علاقاتهم السابقة أو علاقاتهم الأخرى، سواء أنتم أصلا. لأن من المحبط جدا أن أنت تكون بتعرف شيء لكنك بتسمح ليهم بالتجربة لأن هم محتاجين أن هم يجربوها، فبيبقى محبط بالنسبة لك أن أنت عارف الأمر وهم مش عارفين. مثلا سي أن أنتوا في رحلة توأم شعلة، ولكن في نفس الوقت انتوا مش هتقدروا تسيطروا عليهم لانكم تقولوا لهم احنا توائم شعلة. فلابد انكم تسمحوا ليهم بان هم يجربوا تجربتهم ويمشوا في تجربتهم، لان هم بيكونوا محتاجين لكده. انتوا ما عليكم بس غير ان انتوا تحتضنوهم حتى ولو بعيد، حتى لو ما بينكم مسافات، لان اللي هيساعدهم على الوصول الى استنتاجاتهم بشكل اسرع هو تجربتهم. مهم جدا ليكم انكم تكتشفوا العادات والمعتقدات والكارما غير الصحية في حياتكم، واللي انتقلت لكم من نسلكم. وبمجرد ما تحددوها هتختاروا مسار جديد لنسلك تقدر تقوم بيه من خلال اتخاذ خيارات جديدة في حياتك، من خلال اختيار شيء جديد. لأن انت هنا بتسمح لنسلك في الماضي والمستقبل بتجربة ده،
بهذه الطريقة يمكنك تحويل التجارب التقيلة الكثيفة عبر الزمان والمكان. وردد كده دايما وقول أنا أختار طريق جديد لأسلافي، وممكن تكتبوه في التعليقات لطاقة الجمع. بكده أكون خلصت، وإن شاء الله في الفيديو القادم هنتكلم عن الحياة المضطربة ما بينكم وما بين توائم شعلتكم. ممتنة ليكم، طاقة محبة وسلام للجميع.